السلام عليكم. والله وحشتوني. من جد وحشتوني. بس أنا غصب عني تأخير الفيديوهات مو بيدي، لأني كان عندي ظروف مرة قوية. أول شي بنتي تزوجت، وكنا بنجهز لبسها وأشيائها وزي كده. وتاني شي إني استلمت وظيفة، وكنت يعني بحاول أرتب أموري، يعني أحاول آه، ارتب وضعي في البيت وفي الشغل. لان انتوا زي يعني لان انتوا عارفين ان انا كان عندي اول شغالة، وحاليا الظروف ما تسمح ان يكون عندي شغالة في البيت. فانا بضطر اسوي شغل البيت بنفسي، وطبخ وتنظيف وغسيل وكل شيء بيدي. وعندي في نفس الوقت دوام شغل، وعندي كان ظروف زواج بنتي وزي كده. فهذه كلها جات كلها مع بعض. فبدأت أرتب وأنظم حياتي وبيتي وشغلي، بحيث إني ما عندي شغالة خلاص. أنا برتب بيتي بنفسي وأروح شغلي. فهذا كان واخد مني وقت طويل صراحة على بال ما أنظم حياتي وزي كده. فالآن أنا الحمد لله رتبت أموري كلها، ورجعنا بالفيديوهات. إن شاء الله هسوي يوميات بإذن الرحمن، وهتشوفوا كل يوم إيش هسوي. أنا هنا في غرفة نومي قاعدة أرتبها، وفتحت الشباك الأول زي ما شفتوا، دخلت الشمس وزي كده، ورتبت سريري ورتبت فراشي. وجيت هنا عند الطاولة الكبيرة، دايما حاطة موية أنا في الغرفة، عشان لما برجع بكون تعبانة من الشغل وزي كده، ما في حالي أقوم أروح أجيب موية وكده. لميت الشواحن حقتي وبحطها ما بمسح الدولاب. هو الغرفة نظيفة صراحة، أنا مخليتها نظيفة، بس إني عادي هو الترتيب اليومي هذا. حطيت شنطتي هذه حقت الخرجة اللي بطلع بها على الشغل، وقفلت دولابي. وجيت هنا عند الكومودينو حقي، حطيت في السلة هذه حاطة السبح حقتي والشواحن، وهدول جوالاتي، جوال الشغل وجوالي، وحطيتهم في السلة وبدأت أنظف. هذه جتني هدية بحط عليها كاسة الموية. هذه السلة فيها مسكنات وفيتامين. لما كنت تعبانة وزي كده بجنبي وجنبي الموية باخد مسكنات فيتامين. لما برجع من الدوام مرة تعبانة، لما يكون عندي زواجات وزي كده، برجع في الليل على الساعة 4 الفجر وزي كده، بكون تعبانة ما في حالي أقوم وزي كده. الموية بتكون جنبي، الفيتامينات جنبي، الدواء المسكنات جنبي، باخدها وأصلي وأنام. وهذا ملف الشغل حقي ودفتر اليوميات حقي. وهنا جيت شلت مصلاتي حطيتها، وبروح ألمع المراية حقتي تسريحة، بس إني ما فيها شيء، هي غرفة نظيفة. هذا الترتيب اليومي يعني، هي كل يوم تتنظف زي كده، مو ترتيب عميق ولا شيء، هو الترتيب اليومي. يعني يوم بعد يوم زي كده، يعني مو لازم كل يوم. بألمعها وبعدين بكنس. ايوه بمسحها زي كده، تمسيحة عادي. يعني هي ما فيها وساخة. شوف بوريكم المنشفة دحين ما فيها تراب، ما فيها شيء. بوريكم بقول لكم شوفوا ما فيها شيء. وهنا شغلت المكنسة اللهلوبة حقتي، هي نفعتني صراحة، نفعتني. يعني هي مو بتنظف تشيل الوسخة، هي تشيل الغبار، شعر الوبر اللي في الأرض زي كده، هي صراحة الكده. لكن مناديل شيء في الأرض ما تشيله. زي كده أنا برتب بليم وبخليها هي تشتغل من حالها. وبروح المطبخ حقي دحين أجهز أشياء الغداء. إيه جيت مطبخي، هو المطبخ نظيف. لما برجع من الدوام في الليل بشوف المطبخ وأشطب، لو في أي شيء بشيله. بحط في غسالة الصحون، كان عندي مواعين في غسالة الصحون، بشيلها. أهم شيء بركب البوتاجاز دحين عشان الغداء، وبعدين برتب الصحون. البوتاجاز نظيف كمان، غسلته قبل ما اروح الدوام وكده، كان امس وركبته. وهبدأ اجهز. ايوه هذه الاشياء حقت الغداء. بجهز الغداء. لو تبغون الوصفة حقتي ادخلوا على القناة الثانية حقتي، هسويب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. اسمها سفرة أمولة.
ادخلوا شوفوا الطريقة، مرة سهلة وبسيطة للعاملات الموظفات اللي بيشتغلوا زي حالاتي. أنا بدور على الوصفات اللي مرة سهلة تنفعني، عشان لو سويت أكلات مرة ضخمة ما راح أروح الدوام، راح أقعد في المطبخ. هنا جيت على الصالة عندي وقعدت أنظفها، هي نظيفة كمان. بكنسها وبنفض الكنب، برتبه لما بيجلسوا فيها وكده، برتبها وبكنسها، بخلي المكنسة كمان ذكية لهلوبة تكنسها. خلاص كده نفضت وما فيها أصلا، يعني هي البيت نظيف لأن أنا كل يوم يدي فيه، ما بهمله، يدي فيه يوميا، لأن أنا عارفة أني عندي دوام ولازم كل حاجة تكون في مكانها ومرتبة. لازم لأن أنا لو أهملت البيت وأنا بشتغل موظفة راح البيت يصير مرة حويسة. فأنا لازم كل يوم أنظف، لازم كل يوم كل حاجة تكون في مكانها. التنظيف العميق هذا لما يكون عندي إجازة وأقلب البيت، وما بقلبه كله كمان مرة واحدة، جزء جزء. يعني أنا إجازتي ممكن لو ما عندي حفلات زواجات وزي كده بيكون إجازتي يوم في الأسبوع. اليوم هذا مثلا بقلب غرفة نومي كلها، خرجها برا، الصوالين، يعني يوم كده، يوم كل إجازة أخد غرفة، عشان ما يكون الشغل ثقيل عليه وأنا عندي شغل وأنا عندي دوام وعندي وظيفة. بعد ما خلصت كنيس البيت وزي كده جيت عبيت الفواحة حقتي، ولعت الفحم علشان أبخر البيت. والغدا خلاص استوى قيده، بطلعه دحين وبعدين أبخر البيت. وكده خلصت الحمد لله شغل بيتي، وبقيلي على الدوام نص ساعة، بريح في البيت شوية نص ساعة وأصلي العصر وبعدين أخرج الدوام. صراحة سويت اللحمة هذه بالبطاطس، كانت مرة لذيذة تجنن، بحبة جزر وحبة بطاطس ولحمة. اللحمة هذه كده مستوية عندي في الفريزر، أنا مقطعاها وحطها في الفريزر، هي مستوية، باقي عزومة كانت عندي وقطعت اللحمة وحطيتها في الفريزر. هنا جيت بخرت غرفة نومي، حطيت البخور العودة وحطيتها كده. خلاص بخرت البيت وسويت الغدا ونظفته. بقيلي على الدوام حقي ساعة، أنا دوامي 4:30 يبدأ. لو عجبكم الفيديو حقي حطوا لي لايك واشتراك في القناة، ولا تزعلون مني. مع السلامة.